مرحبا بكم في القناة. اليوم غادي نصاوب معكم هاد الكيكه ديال الحامض. كتجيب واحد المنه وواحد اللذه يا سلام، مع فيها بذور الخشخاش والحامض. يعني بذور الخشخاش مع الحامض كيعطي واحد النكهه زوينه وكيتوافقوا في المذاق فاش كيكونوا في شي كيكه ولا في شي طارت كيجيو زوينين بزاف. اول حاجه كناخذ واحد الباول كنديروا فيها السكر حبيبات، كنحكوا جوج ديال الحامضات في الحكاكه من هاد الجهه الرقيقه. نتوما الا بغيتو ما تجيش فيها النكهه ديال الحامض بزاف ديروا غير حامضه وحده، ولكن انا بغيت تجي النكهه ديال الحامض قويه. هاد من بعد غنضيف لها العصير ديال الحامض. صافي انا حكيت هذوك الجوج وكنحاول هذيك القشور ديال الحامض كنحاول نخلطهم مع سنيده باش كيدخل لهم هذاك المذاق، يعني باش كيتحكوا كيعطي واحد المذاق اللي زوين في الكيكه. من احسن الكيكات اللي كيعجبوني هي هذه ديال الحامض وبذور الخشخاش. صافي من بعد ما دخلتنا ديك النكهه مع السكر غنضيفوا لها واحد 3 ديال البيضات، يكونوا بدرجه حراره الغرفه، يكونوا من واحد الحجم اللي هو متوسط. غادي تضيفوا 3، الا كان عندكم البيض صغير تقدروا ديروا حتى 4. صافي غادي نخدموا هذا البيض مزيان مع داك السكر حتى كيذوبوا لنا دوك الحبيبات ديال السكر. ومن الاحسن اللي عنده الخلاط الكهربائي يدرب به باش يسرع العمليه. صافي هنا غنضيفوا شويه د الملحه، واحد الساشي ديال الفاني، وغادي نستمروا في التحريك. يعني البيض خصنا نخدموه مزيان باش كتفشفش لنا الكيكه حتى كيبيض لنا الخليط كما كتشوفوا. صافي هنا كنبدا نضيف الزيت بالتدريج، انا كنزيد وانا كنضيف، انا كنزيد وانا كنحرك. صافي كنضيفوا الزيت بالتدريج وحنا كنخلطوا حتى كنحصلوا على هذا القوام كما كتشوفوا، حتى كيكون الخليط ديالنا تجانس. في هذه المرحله غادي نضيفوا واحد دانون، كما كتشوفوا دانون مسوس بدون سكر. غادي نضيفوا هذاك دانون وغادي نحركو مزيان. من بعد غنضيفوا واحد نص كاس عصير ديال الحامض، واحد المعلقه تقريبا ديال الخل. صافي وغادي نخلطوا القوام ديالنا حتى كيمتزجوا لنا مع بعضياتهم. من بعد غنضيفوا واحد المعلقه ديال البافو. صافي وغادي نحركوا الخليط ديالنا كما كتشوفوا. من بعد غنزيدوا الدقيق. بعد ما حركناه مزيان في هذه المرحله غنزيدوا الدقيق. انا كما كنقول ديما الدقيق يكون مغربل، نتوما ديما حاولوا تغربلوا الدقيق الا جاتكم فيه شي خشه ولا شي حاجه، واخا تجيبوه من الحانوت في الساشيات حاولوا تغربلوه. صافي هنا غنغربل الدقيق وغادي ندير واحد 2 خمارات. صافي غادي نخلط الخليط وعيني ميزانيه، الا كان خاصني الدقيق نضيف الدقيق، صافي ما كانش خاصني الدقيق نكتفي غير بهذاك الدقيق اللي زدت. كيجينا القوام على هذا الشكل كما كتشوفوا. هنا غادي نجيب واحد المول اللي هو هذا، تقدروا نتوما ديروا المول الدائري، انا عندي هذا المول كتجي فيه الكيكه في واحد المنظر اللي هو زوين. صافي غدهنوه بالزبده، غترشوه بالدقيق اولا ديروا له بابا كويس ولا عندكم. صافي من بعد غنخويو الخليط ديالنا كما كتشوفوا بحال هكا، غنعمروا المول مزيان وغادي نديروا واحد الخط في الوسط باش ما تشققناش الكيكه في الفران. الفران يكون سخون ومع ندخلوا له الكيكه نخليوها على واحد النار اللي مهيله. فاش كتجينا الكيكه بحال هكا كتجينا محمره ومنفوخه وراه كتاخذ في الطياب من 50 دقيقه حتى لساعه. صافي كندهنوها بالناباج، الا ما عندكمش الناباج تقدروا دهنوها بالعسل. زينت انا الكيكه بالحامض معسل، كديروا غير واحد الحامضه كتقطعوها شريح مع الماء مع السكر وكتخليهم فوق البوطه حتى كيوقفوا. صافي هنا فاش قطعت الكيكه ديال شوف فاش كتجيب واحد البنه وواحد التفشفيشه يا سلام. الا وصلتوا لهنا بغيت نقول لكم ما تنساوش تشتركوا في القناه وتخليوا لي واحد الكومونتير، ونشوفكم فيديو جديد وبالصحه والراحه. شوفوا لي المنظر كيفاش جات هاد الكيكه، جات واعره وبنينه، شوفوا على قوام فيها وبالصحه والراحه، ونشوفكم في فيديو جديد. ما تنساوش تجربوا هاد الكيكه وترجعوا لي في التعاليق كيفاش جاتكم، وخليوا لي الاقتراحات ديالكم في التعاليق.